السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يسعدنا اكون موجود معاكم في فيديو جديد بخصوص موقع تسو. والفيديو ده اتطلب مني كتير جدا جدا جدا. الفيديو بخصوص طبعا طريقة سحب الرصيد او الارباح على موقع تسو. الموضوع بسيط جدا وخطواته سهلة جدا، ولكن الموضوع ليه شرط وحيد. الشرط ده انا اتكلمت عنه في اكتر من فيديو خاص بي على اليوتيوب على قناتي. ان رصيدي يوصل لاكتر من $100 يا جماعه. لازم علشان اقدر اسحب اوصل لاكتر من $100. واحد هيقول لي طب انا مفيش حل تاني؟ هقول في حل تاني في اخر الفيديو، فيا ريت تتابعني بانصات. لو انا ما وصلتش لاكتر من $100 ازاي اقدر اسحب واستفيد من رصيدي على تسو؟ نبدأ اولا الفيديو بتاعنا كده بالقسم الاول، وهو طريقة سحب الرصيد. انا خلاص اوكي اوريدي عندي $107، فبالتالي اقدر اسحب رصيدي علشان استفيد بيه. بالمناسبة ارباح الامس عندي كانت 98 سنت. ماشي يا جماعة، نكمل كده مع بعض. انا عندي بالنسبة لارباحي زي ما حضرتك، ثواني كده ستوب، زي ما حضرتك شايف عندي هنا انا عندي اختيارين. اوكي ماشي، اكمل. تمام اوكي. الاختيار الاول زي ما حضرتك شايف معايا كده ده خاص بطلب الرصيد الخاص بيا او طلب ارباحي عن طريق شيك. اوكي ماشي، هيوصلنا على عنواني وعلى البيانات اللي انا هسجلها، او عن طريق البيانات اللي انا هسجلها في الخطوة اللي جاية. اما الاختيار التاني ده خاص بالاعلان على موقع تسوق. يعني حضرتك ممكن تعلن، لو حضرتك صاحب شركة او صاحب منتج تقدر تعلن من خلال موقع تسوق. ويظهر اعلانك كده في اليمين او في الشمال زي ما حضراتكم عارفين، وبنشوف الاعلانات كلنا على صفحاتنا. هيتم ده طبعا نظير خصم جزء من رصيدك في البنك. اوكي ماشي، نبدأ. طبعا احنا مش بنتكلم النهاردة عن الاعلان، انا بتكلم عن طلب شيك بارباحي. هنشوف الخطوات بمنتهى البساطة. ايوه اوكي ماشي، انا بمنتهى البساطة خلاص ادي ارباحي الاجمالي، وده الامس، وده طبعا السجل بتاعي. انا هضغط هنا على الاختيار الاول ضغطة واحدة كده، كليكاية جميلة علشان تبدأ معايا الخطوات اللي قدام حضرتك دي. اولا هنا بيطلب منك المبلغ اللي بتطلبه لا يقل مينيمم، يعني لا يقل اقل شيء ان انا اطلب $100. انا دلوقتي طبعا هطلب $107 الخاصين بيا على الموقع. لاحظ ان هو هنا طبعا بيتكلم بيديلك ملحوظة ان اقل مبلغ تقدر تطلبه هو $100. في خلال شهر من طلبك بيقدر بيبعت لك الرصيد بتاعك. اوكي ماشي، هيبعت لك الرصيد بتاعك على العنوان اللي حضرتك هتحدده. مش طبعا مش هيبعت لك فلوس، هو بيبعت لك شيك حضرتك بتقدر تصرفه. طيب السؤال هنا، انا هصرف الشيك ده من انهي بنك او من اي بنك؟ انا طبعا الموقع بيتعامل مع بنوك محددة، واللي احنا بنحاول نتكلم عنه ان هو موقع سوري معلش، بنك ويسترن يونيون. يعني انا دلوقتي لما هطلب الشيك ده بعد كده هيجيلي ايميل هيطلب مني البنك اللي انا هتعامل معاه. هحدد له ان انا هتعامل مع بنك ويسترن يونيون، لان ده بنك منتشر جدا على مستوى العالم، ليه فروع كتير جدا. فانا اقدر اطلب على الموقع على البنك سوري اللي اسمه ويسترن يونيون. واكيد هتلاقي عندك في محافظتك فرع ليه. اوكي، او في بلدك او في دولتك هتلاقي عندك اكيد ليه فروع كتير منتشرة. اوكي، وحضرتك برضو ممكن عن طريق الايميل تحدد البنك اللي هيناسبك. طيب ابتدي اكتب بياناتي، عنواني كويس جدا، عنواني الاول والتاني. اوكي ماشي، بعد كده بحدد مدينتي، محافظتي او المقاطعه اللي انا منها، والبوست الكود. ثواني هنا ستوب. البوست الكود ده يا جماعه ده الرقم البريدي او الرمز البريدي بتاع منطقتي او محافظتي او قريتي. ده مهم جدا ان انا اكتبه بشكل صحيح، لان ده اللي هيوصلني فيه الرساله، او ده اللي هيوصلني عليه الرساله الخاصه بالتحويل، او الرساله اللي هيوصل فيها الشيك الخاص بالتحويل. اوكي ماشي يا جماعه. بعد كده كونتري اللي هي الدوله اللي انا منها. تمام، يبقى انا لازم اكتب بياناتي بكل دقة واتأكد ان انا كتبتها بشكل صحيح. بعد كده بضغط على البطن الجميل ده ضغطة واحدة كده ونشوف ايه اللي هيتم. ثواني وتمام. اوكي ماشي، الرسالة اللي ظهرت دي account successfully debited، ده معناه ان حضرتك نجحت فعلا في طلب الدفعة الخاصة بيك، وبالتالي خصم الجزء ده من ارباحك. وارباحي اصبحت دلوقتي اللي عندي كله عبارة عن 8 سنت. طبعا الامس لسه زي ما هو 98 سنت، لكن ده طبعا اتضاف على اللي انا سحبته. اوكي ماشي، هنبص كده سجل الارباح. اوكي ماشي،
هنلاحظ ان في تغيير صغنن حصل، وده اللي بيأكد لي نجاح العملية دي. هننزل لتحت شوية، اوكي ماشي، خلاص كده سجل ارباحي تمام، اوكي ماشي. انزل بقى لتحت شوية، اوكي تمام. هنا طبعا كان السجل بتاعي اليومي بتاع الارباح الخاصه بيا 98 سنت، ده كان امبارح، قبلها بيوم كان 92 سنت. هنا في الجزء ده بيوضح لحضرتك ان انا سحبت حالا 107 دولار. انا سحبت دلوقتي 107 دولار، او انا طلبت الدفعه الخاصه بيا وكانت قيمتها 107 دولار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا طبعا وعدت بان في نهايه الفيديو هيكون في جزء تاني خاص بالطريقة التانية ازاي لو انا ما وصلتش ل100 دولار اقدر استفيد بارباحي. طبعا في الموقع في امكانية ان انا احول لبعض اصدقائي على الموقع جزء من رصيدي. فاذا انا مثلا وصلت ل10 دولار 20 دولار اقدر استفيد بيهم ازاي لو انا حاسس ان العملية طولت معايا. اقدر ان انا احول لاصدقائي المبلغ اللي عندي لواحد صديقي ثقة، ونجمع من بعضنا 2 أو 3 أو 4 أو 10 من الأصدقاء، كل واحد فينا يحول للتاني لشخص واحد، كلنا هنحول لشخص واحد الرصيد بتاعنا. وفي النهاية هنجمع ال100 دولار، يقدر يطلب الدفعة بتاعته بنفس الطريقة، ولما توصل الأرباح نقدر نوزعها على بعضنا. وكده يبقى انت قدرت تحل مشكلة طول المدة لو انت خايف ان الموضوع يطول معاك. اتمنى اكون قدمت حاجة جديدة ومفيدة النهاردة. اذا عجبك الفيديو لايك وشير، وممكن تعمل لي متابعة على القناة بتاعتي وعلى موقع تسو مستر سالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.